السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما بخير. وصفة النهاردة بسيطة وهتعجبكم جدا لو جربتوها. هعمل فرايد روبيان جمبري مقلي ومغطي كده بطبقة كريسبي وجميلة جدا. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلوا كل وصفاتي. معايا روبيان حجم متوسط مغسول كويس، وطبعا شايلة منه خط الرمل وسايبة الديل بس. ولو حابين تقشروا الجمبري بالكامل مفيش مشكلة. طبعا لو حابين تتبلوه على طول هنتبله زي ما هو، او في طريقة تانية ان احنا بنمسك الروبيان بنفتحها من عند مكان خط الرمل اللي احنا شايلين منه خط الرمل بالشكل ده، بس ما بننزلش الاخر خالص. وبعد كده ندق عليها خفيف بسكينة تكون تقيلة شوية، بحاجة ما تكونش قوية قوي. طيب ليه بنعمل بقى الخطوة دي؟ علشان الروبيان ما يتغيرش شكله اثناء التحمير، بس لو ما دقيناش عليه كده شكله هيتغير ومش هيبقى محافظ على الشكل المسطح ده. انا بس حبيت اوريكم الطريقة دي لو حابين تعملوها، لكن انا هعمله كله وهو عادي كده، مش هفتحه بالطريقة دي. تعالوا بقى نجهز التتبيلة بتاعته. فصين من الثوم وبفرمهم حلو قوي. عايزه اقول لكم لو رشيتوا رشه ملح خفيفه على الثوم اثناء التقطيع بالسكينه بالشكل ده، او حتى لو في المفرمه، الطريقه دي بتسهل قوي فرمه بسرعه وبتبقى النتيجه هايله. بنضيف بقى التوابل بتاعتنا، خليط كده من البابريكا والثوم البودر والكمون والفلفل الاسمر طبعا، وعصير الليمون اساسي. انا اتفاجئت ان الليمون عندي خلص واستخدمت ليمون جاهز، عصير ليمون جاهز. وبنقلب الخليط مع بعض كويس ونتبل بيه الروبيان. وتقدروا تضيفوا طبعا رشه خفيفه قوي من الكركم، دي له لون دهبي جميل اثناء التحمير. بنضيف بقى التتبيله على الروبيان وبنغلفه كده كويس قوي، وبنسيبه في التلاجة حوالي نص ساعه لما نجهز الخليط اللي هنغلف بيه الروبيان. الخليط سهل جدا، عبارة عن 3 معالق من الدقيق، 3 معالق كبار، وهنضيف لهم معلقة صغيرة من النشا، وبنخلطهم مع بعض كويس. ونضيف خليط من التوابل اللي احنا ضفناه قبل كده لتتبيلة الروبيان. وطبعا المقادير كلها موجودة في صندوق الوصف. وربع معلقة من البيكنج باودر، ده بيخلي الخليط هش وخفيف ونتيجته حلوة قوي. عندي نص كوباية من المية بضيفها بالتدريج للخليط لغاية ما يتكون عندي القوام اللي انا محتاجاه، مش سميك ومش خفيف. القوام يبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بجهز بقى طبق تاني فيه كمية بسيطة من الدقيق، ومش محتاجين بقى نتبل الدقيق بأي حاجة، كفاية التتبيلة اللي موجودة في خليط التغطية، والروبيان نفسه متبلينه عشان ما يبقاش التوابل اوفر قوي وتغطي على طعم الروبيان. بنزل الروبيان الاول اغطيه بطبقة خفيفة قوي من الدقيق، واخبطه خبطتين كده، مش عايزين الدقيق كتير، الطبقة دي تبقى خفيفة قوي زي ما قلت. وبعدين انزله في خليط التغطية اللي احنا عاملينه، وعلى طول بيكون عندي الزيت جاهز على النار، بيكون سخن. كل واحدة اعملها بنزلها على طول. فايدة بقى طبقة الدقيق الاولانية اللي قبل خليط التغطية بتخلي الخليط يمسك في الروبيان اكتر وما يفكش ابدا اثناء التحمير. طبعا الزيت في الاول بيكون سخن، وبعدين اخلي النار متوسطة، مش بياخد وقت ابدا في التسوية. اول ما بياخد اللون الذهبي الحلو على طول نشيله من الزيت وننقله على مصفى، مش على ورق مناديل، علشان بقى الطبقة الخارجية المغلفة الجمبري تبقى محافظة على قرمشتها، وفي نفس الوقت الجمبري مستوي تماما وطري وتحفة. بخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. والروبيان بالطريقة دي حلو قوي مع النودلز. طبعا النودلز مش الجاهزة، انا عاملاها بالمكرونة الاسباجيتي الرفيعة بطريقة حلوة جدا، وطبعا صحية ومضمونة اكتر من الحاجات الجاهزة. لو حابين الطريقة نزلها لكم، اكتبوا لي في الكومنتس وانا انزلها ان شاء الله الفيديو الجاي. شايفين الجمبري بعد ما استوى نتيجته هايلة، طعمه حلو قوي، الكفر اللي عليه ثابت ومقرمش، والروبيان من جوه مستوي وجميل جدا وطري وحلو قوي، مش بيشد ولا حاجة لانه طبعا ما غابش في التسوية. حقيقي الطريقة دي حلوة جدا، لازم تجربوها. كمان النودلز بالطريقة دي حلوة جدا زي ما قلت لكم. لو عايزين تعرفوا الطريقة اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله انفذها معاكم. طبعا ده شكل الروبيان اللي هو فتحناه ودقينا عليه شوية، الشكل المسطح، وده الشكل العادي. الطريقة اللي تحبوها نفذوها. وصفة لذيذة ومختلفة، اتمنى تجربوها وان شاء الله انا واثقة انها تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي اول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلوا كل وصفاتي. وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديدة. باي باي.